الفل عليكم. انت لما تيجي تعمل ديزاين لاي فراغ عندك، انت في حاجه عندك اسمها مستويات الاضاءه. ما ينفعش الفراغ بتاعك كله يكون فيه مستوى واحد للاضاءه او اضاءه واحده، لا، انت المفروض يحصل تدريج او تدرج للاضاءه دي. عندنا في حاجه اسمها الاضاءه الرئيسيه، وفي الاضاءه التكميليه او الثانويه او الديكوريه، في حاجات كتير، ولكن خلينا نقسمها بتقسيمه تانية. عندنا الاضاءه العامه او الامبيانت لايت، اللي هي الإضاءة اللي بتعمل جو للمكان، مود عام للمكان. ممكن المود ده يكون وورم مثلا، ممكن يكون سكة الأزرق، ممكن يكون أيا كان الشكل اللي أنت عاوز تحطه في الفراغ بتاعك، ولكن هي دي وظيفتها. الأمبيانت لايت هي بتدي إحساس بالمود العام اللي أنت عاوز تخلقه في الفراغ ده. يعني عندنا هنا على إيدنا الشمال ده كده إيه أمبيانت لايت. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا الإضاءة العامة نازلة من الداون لايت اللي هنا أو من السبوتس اللي هي موجودة في السقف، مدياني إحساس في الفراغ إن بالدفء، ان الاضاءه هنا وورم، فمدياني احساس بايه؟ بالدفء. ممكن هنا اللي كانت الاضاءه دي تبقى حاجه تانية خالص، فبالتالي الاضاءه العامه في المكان او الامبيانت لايت في المكان تبقى بمود تاني خالص. دي حاجه. عندنا حاجه تانية اسمها التاسك لايت. ايه التاسك لايت دي؟ التاسك لايت يعني انت في وظيفه معينه انت عاوز تعملها، فانت بتفوكس بالاضاءه بتاعتك عليها. الوظيفه دي ممكن تبقى مثلا في الحمام مثلا ورا المرايه، حاجه شبه كده، او ممكن تبقى اباجوره على المكتب، انت عاوز تقرا بالليل حتى وانت نايم يبقى فيه اضاءه معينه للقراءه. منطقه العمل، الكاونتر توب اللي موجوده في المطبخ، لو في اضاءه موجوده عليها، فهنا دي كلها تاسك لايت. فدي وظيفه التاسك لايت. عندنا حاجه بعد كده اسمها الاكسنت لايت. الاكسنت لايت دي زي التاسك لايت بالظبط، ولكن الفرق بينها وبين التاسك لايت ان احنا هنا في الاكسنت لايت ان احنا بنبرز حاجه معينه. يعني هنا في اضاءه هنا داخليه عشان نبرز الانتيك ده او الانتيك ده او الانتيك ده او ايا كان. ففي حاجه معينه احنا عاوزين نبرزها او نبينها او نوضحها ونهايلايت عليها. ممكن يكون انتيكس زي هنا مثلا، ممكن يكون طابلو معين، برواز، حاجه شكلها شيك انت عاوز تبرزها، ارت معين او رسمه معينه، ايا كان الشكل اللي انت عاوز تبرزه. فدي وظيفه الاكسنت لايت. تمام تمام. نيجي نبص مثلا صوره زي هنا مثلا كده. عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا ده الامبيانت لايت بتاعنا هنا، مدينا احساس ان هو الورم خالص اهو. عندنا اندايركت لايت موجوده هنا كده كده داير ما يدور، الليد بتاعنا الظريف. وعندنا هنا الداون لايت برضو يعني ايه المود العام كله ايه؟ وورم في بعضه. حتى الاكسنت لايت اللي موجوده وورم برضه. هنلاقي هنا في اكسنت لايت موجوده فين؟ جوه المكتبه هنا. جوه المكتبه هنا في اكسنت لايت عشان يعمل هايلايت للانتيكس اللي موجوده في المكتبه دي. ده مثال تاني. نيجي نبص هنا على هنا بقى، دي اسمها ايه بقى؟ دي كده زي ما احنا شايفين تاسك لايت. هنا دي اضاءة مخصوص عشان ننور الفراغ ده او نعرف نشتغل على اللابتوب ده مثلا، فدي هنا تاسك لايت. عندنا مثلا حاجة شبه كده. هنا بقى عندنا ambient لايت بس بشكل تاني. هنا ما عادش فيه وورم زي ما كان موجود في الصورة اللي فاتت، لا، هنا الموضوع بقى تلجي خالص كده او اوف وايت زي ما احنا شايفين، سواء من الاضاءة بتاعة الليد لايت دي او الاندايركت لايت او النجفة نفسها. فهنا مديني احساس تاني خالص. المود العام بتاع الصورة هنا مختلف عن المود العام بتاع الصورة اللي فاتت. ده اللي بيحدده اسمه ايه؟ اسمه الامبيانت لايت. هلاقي هنا في شوية براويز، برواز 2 3 6 براويز اللي موجودين دول. هنا لو كان في اي اضاءة بتهايلايت الحاجات دي سواء من فوق او من تحت، ده هنا الاضاءة دي كانت هتبقى اسمها اكسنت لايت. تمام تمام كده. نيجي نبص على صورة أخيرة عشان نبين برضو الأمبيانت لايت تاني. هنا الأمبيانت لايت الموجود هنا سكة الأزرقات تماما، لا عاد بقى سكة الورم زي ما شفنا من شوية، ولا سكة الأوف وايت زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت. هنا سكة أزرق تماما. فالمود العام اللي بيحدده هي الأمبيانت لايت. أما تاسك لايت فأنت بتفوكس الإضاءة بتاعتك على وظيفة معينة أنت عاوز تعملها. والأكسنت لايت إنك بتبرز حاجة معينة، أرت معين، أو بتهايلايت برواز مثلا أو شكل أو منظر أنت حابه. اشوفكم على خير. السلام عليكم.